طبعا اهو يا حبايبي شايفين الطواجن بتاعتنا اهي بعد ما خدت لون تحت الشوايه وطلعت معايا اهيت. بسم الله ما شاء الله اهيت زي اللي احنا بنجيب من بره بالظبط. ومعانا اهوت اللي مش داخل تحت الشوايه اهو الساده من غير وش اهو. بسم الله ما شاء الله الرز اهوت قوامه كريمي خالص اهو زي اللي احنا بنجيبه من بره. بسم الله ما شاء الله عليه. اتمنى ان شاء الله تجربوه واتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع سر المطبخ مع نور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده الرز بلبن حلوه سهله وبسيطه. نشوف مقاديرنا مع بعض. معانا كوبايتين من الماء ده من رز مغسول مصري متنقي كويس وهنغسله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا مج الشاي ده بياخد لتر واحد من اللبن وبنسلقه الاول في الميه بلتر واحد من الميه. كل مج ليه لتر واحد بس من الميه. اهو يا حبيب قلبي معايا الرز بتاعي اهوت بعد ما غسلته اهوت مرتين ثلاثه بس اهو عشان عايزه النشا اللي في الرز. حطيته في حله على النار اهوت وهغطيه بالميه. احط عليه ميه. المج من دي بياخد حوالي على لتر من الميه. اهوت الميه تكون مغطيه الرز كويس. هولع عليه وهنسيبه ينسلق. هنعمل الرز مع بعض بتكات جديده زي اللي انت بتشتريه من بره بالظبط زي اللي انت بتجيبيه من المحلات. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا اهو يا حبيب قلبي معايا الرز بتاعي اهو بعد ما انسلق معايا اهو زي ما احنا شايفينه اهو. الرز معايا انسلق خالص اهو زي ما احنا شايفينه اهو. نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا الحليب معايا اهو بتاع اهو حليب فلاحي بالوش بتاعه اهو. هناخد القشطه اللي عليه. هنشوف هنعمل ايه مع بعض دلوقتي بيها اهو. القشطه اللي على الحليب كلها طبقه القشطه اللي عليه. طبعا انا غالياه لو حابه ان انت تجيبيه زي ما هو كده من غير غليه وبتنزلي بيه على اللبن ماشي. حابه تغليه ماشي. اهو معايا الحليب اهو هنزل بيه على الرز اهو زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. اهو لترين الحليب على المجين مجين اللي زي ما احنا شفنا اللي هو المج العادي بتاع الشاي. رز مصري متنجي ومغسول كويس بنغسل مرتين ثلاثه بس عشان النشا اللي فيه انا عايزاه اهو. هسيب يفور مع بعض وهنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا اهو يا حبيبي اول ما اللبن اهو ابتدى يفور معايا اهو هنزل بالسكر بتاعي. سكر من اللي هو التوميني العادي خالص او طبعا السكر ده انت بتتحكمي فيه براحتك. عايزه خفيف سكر بتجلدي كده السكر دي تبع راحتك انت. هخليه يبدا يدوب معايا اهو زي ما احنا شايفينه مع بعض اهوت. هبدا بقى اخد كبشه من الرز باللبن اهو بعد ما فر مع بعض اهو اتفروا مع بعض اهو على وش اللبن القشطه اللي انا لسه واخداها زي ما قلت لكم. اشوف هنعمل ايه مع بعض اهوت. هضربه في الخلاط عادي تضربيه في الكبه في الخلاط اهوت. اضربه ضربه في الخلاط هنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا اهو يا حبيبي بعد ما ضربنا الرز اهوت في الخلاط اهوت هننزل بيه اهو بعد ما نعمناه خالص مع وش اللبن. القشطه اللي كانت على وش اللبن معايا اهوت. الخطوه ديت هتخلي الرز معاكي زي اللي انت بتجيبيه من المحلات بالظبط. هنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا كيس من الكريم شانتيه اللي هو العادي اهوت المحلى او ممكن الكريم شانتيه من اللي هو السايب عادي. معايا كيس اهوت هنزل بيه في كوبايه اهو. كيس على بعض اهو صغيرين خالص اهوت. ده هيديله طعم كريمي خالص زي اللي انت بتجيبيه من المحلات واحسن اهوت. اهو معايا اهو. كده اللي حابب يحط يضيفها بيضيفها مش حابب يضيفها مش يضيفها بس هي بتخليه معاكي زي الجاهز بالظبط زي اللي انت بتجيبيه من بره من المحلات اهو. خليه كريمي معاكي اهوت. ومعايا في نفس الكوبايه تاني اهوت معلقتين كبار من النشا اهوت. معلقتين ونص
ونص اهو من النشا. برضه هفكهم بحبه ميه معايا اهو. اهو يا حبايبي النشا معايا اهو بعد ما فكيته بشويه الميه اهو. هنزل بالنشا برضه كلها اهو، ودي فيه على طول اهوت بالمضرب عشان انا نزلت بالنشا عشان مش يكلكع معايا اهو زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. طبعا احنا بدأنا من الاول، جبنا مجين من الرز المصري متنجي ومغسول كويس وسلقناهم في لترين ميه، وبعد ما انسلق نزلنا عليه باللبن، وبعد كده ايه ضربناه في الخلاط ونزلنا عليه بالكريم شانتيه. وادي النشا معايا اهو، هسيبه يربط بس معايا يفور بس دقيقتين مع بعض اهوت في قلب اللبن، يستوي في قلب اللبن اهو. طعم من اللبن طبعا اهو يا حبايبي. الرز معايا اهو كده قوامه يبقى كريمي خالص اهو. هنشوف مع بعض اهو زي ما احنا شايفين اهو يا حبايب قلبي. هنبدا نغرف الرز بتاعنا، هندفع عن الرز نبدا نغرف الرز بتاعنا. بسم الله ما شاء الله اهو زي ما احنا شايفين اهوت. اهو القوام اهوت معايا. هنبدأ نغرف في طواجن من الكبيرة ديت عشان ندخلها تحت الشواية ياخد معايا وش اهو زي ما احنا شايفين. نبدأ نغرف في طاجن كبير. من حابة ان انت تجيبي الاطباق اللي هي السرفيس اللي بتيجي من عند العطار دي بتجيبيها. دي مكان ماني بغرف اهوت هنمسح دي كلياته. معايا الطواجن الصغيرة اهي. حابة تعملي طواجن صغيرة طواجن كبيرة طبعا الغرف دي براحتك انتي طبعا. اهو زي ما احنا شايفين هنعمل حبة بوش وحبة من غير وش اهو. هنخلصه على فين وهنشوف هنعمل ايه. طبعا اهو يا حبايبي بعد ما غرفنا الرز مع بعض اهو. طبعا اخر معلقتين هما في الحله اهو. طبعا لا غنى عنهم، طبعا احنا عارفين طعمهم عامل ازاي بالرز كلهاته. اخر معلقتين في الحله دول بالرز كلهاته بقى لهم طعم تاني خالص مختلف سبحان الله. هنشوف معانا اهوت الرز بتاعنا حطيناه في الفرن اهويا. هو طبعا مستوي معايا فحطيناه تحت شويه ابتدى يفور معايا اهو بيبقبق معايا اهو بيفور اهو معايا اهو ابتدى ياخد وش معايا اهو. شايفين الرز معايا اهو بيفور عامل ازاي اهو. ابتدى ياخد لونه اهو تحت الشوايه بس على طول اهو. وهنرجع نشوفه. طبعا اهو يا حبايبي شايفين الطواجن بتاعتنا اهي بعد ما خدت لون تحت الشوايه وطلعت معايا اهيت. بسم الله ما شاء الله اهيت زي اللي احنا بنجيب من بره بالظبط. ومعانا اهوت اللي مش داخل تحت الشوايه اهو الساده من غير وش اهو. بسم الله ما شاء الله الرز اهوت قوامه كريمي خالص اهو زي اللي احنا بنجيبه من بره. بسم الله ما شاء الله عليه. اتمنى ان شاء الله تجربوه، واتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع اسرار المطبخ مع نور.